كوباية مية ممكن تسجنك؟ زي ما سمعت كده، لو ارتكبت أي جريمة قدام كوباية مية سهل جدا إنها تعترف عليك. أنا مش مجنونة، اتقل لآخر الفيديو. المية عندها القدرة على الاحتفاظ بالأشكال، المشاعر، الكلام اللي بيتقال لها، وكمان تقدر تحتفظ بخواص الأدوية اللي دابت فيها. ده باختصار لأن المية عندها ذاكرة أو ميموري. الموضوع بدأ سنة 1988 لما العالم جاك فان فانسنت عمل تجربة. جاك جاب كوباية مية وحط فيها نوع من الأجسام المضادة. خليني أقول لك إن الأجسام المضادة دي لما بتتحط على خلايا معينة بيحصل تفاعل. التفاعل ده بيخلي الخلايا تفرز مادة الهستامين. تمام؟ جاك بقى لما جاب كوباية المية وحط فيها الأجسام المضادة فضل إن هو يخفف في المية ويخفف في المية ويخفف في المية لحد ما كيميائيا المفروض الأجسام المضادة اللي موجودة في الكوباية اختفت، خلاص ما بقاش فيه، اتخففت لأعلى درجة. المية دلوقتي بقت نقية. يعني لو احنا جبنا المية اللي كان محطوط فيها الأجسام المضادة اللي اتخففت لأعلى درجة دي واتحطت على الخلايا، المفروض إن ما يحصلش تفاعل لأن هي مية نقية. ولكن جاك لما جاب المية المخففة دي وحطها على الخلايا لاحظ ان في تفاعل والخلايا فرزت مادة الهستامين، وكأن الأجسام المضادة لسه موجودة في المية. فالاستنتاج اللي طلع بيه العالم جاك من التجربة دي إن المية خزنت التأثير البيولوجي للمادة اللي كانت دايبة فيها وخدت خصائصها. يعني المية بقت تتعامل إن فيها أجسام مضادة رغم إن هي أصلاً ما فيهاش أجسام مضادة. ودي مش التجربة الوحيدة اللي بتثبت لنا إن المية مخبية أسرار كتير. عندك العالم ماسارو إيموتو قال لك المية عندها القدرة على استقبال وتخزين المعلومات جواها من البيئة المحيطة بيها، وانت كإنسان تقدر تشوف المعلومات المتخزنة جوه المية دي لو المية اتجمدت. هبسطها لك. إيموتو جاب كذا عينة مية وابتدى يعرض مجموعة من العينات لكلام إيجابي، يعني كلام حلو، كلام تشجيع، سمعهم موسيقى. والجزء التاني عرضه لكلام سلبي ووحش وشرير. وجزء بقى تالت من العينات عرض قدامه الصور وخد كل العينات دي وحطها في الفريزر. والمفاجأة عينات المية اللي اتعرضت لكلام إيجابي وحلو اتشكلت الكريستالات بتاعتها بشكل متناسق وجميل، تحس إن أنت قدام كده شكل هندسي مهندم. أما بقى اللي اتعرضت لكلام سلبي فالبلورات بتاعتها كانت مشوهة وعشوائية. طب والعينات اللي اتعرضت لصور؟ لا، العينات اللي اتعرضت للصور لما طلعت من الفريزر عملت نسخة من الصور اللي هي شافتها بالظبط. وهنا كان استنتاج العالم إيموتو إن جزيئات المية بتستجيب للترددات الناتجة عن المشاعر والكلمات وتقدر تحتفظ جواها بالصور كأنها كاميرا. خد بالك ده كمان اتكلم على مية زمزم وقالك إن الكريستالات بتاعت مية زمزم لما بتتعرض لتلاوة القرآن الكريم بتكون بلورات فائقة الجمال. المفروض إن ده مش جديد علينا، بس استنى. التجربة بقى اللي جاية دي هتبهرك. المرة دي تجربة للعالم لوك أنطوان مونتانيه، ده الحائز على جائزة نوبل في الطب. العالم ده جاب الDNA بتاع فيروس الإيدز وحطه في مية وابتدى برضو زي العالم الأولاني يخفف المية يخفف المية يخفف المية لأعلى درجة لحد ما كيميائيا المفروض الفيروس مش موجود في المية. المية دي دلوقتي مية نقية. وراح مسجل الموجات الكهرومغناطيسية اللي طالعة من المية المتخففة دي وخد الموجات وبعتها لمختبر في إيطاليا. خليك معايا بقى في التويستاية دي. العلماء اللي في إيطاليا بقى جابوا مية نقية خالص وعرضوها للموجات الكهرومغناطيسية اللي بعتها لهم لوك. هوبا، المية بنسبة 98% بقى فيها الDNA بتاع فيروس الإيدز. كأن المية اللي كان دايب فيها الDNA عملت لنفسها بصمة كهرومغناطيسية. لما تسمع البصمة دي لمية تانية نقية تتنقل المعلومات من المية الأولانية للمية التانية، حاجة كده شبه البلوتوث. انت سامع العظمة؟ بس ما تفرحش قوي كده لأن المجتمع العلمي أصلاً مش معترف بموضوع ذاكرة المية ده رغم إن دينياً عندك مثبت. العلماء أو الوسط العلمي أو المجتمع العلمي رافض فكرة ذاكرة المية دي عشان حاجتين. أول حاجة إن العلماء التانيين لما حاولوا يكرروا التجارب اللي أنا حكيت لك عليها دي طلعت نتائج مختلفة، ودي عندنا حاجة ما تنفعش. لأن أنا كعالم عشان أعتمد نتيجة التجربة بتاعتك وأسلم بيها إنها حقيقة علمية
لازم كل مرة أعمل التجربة تديني نفس النتيجة. لو ادت كل مرة نتيجة مختلفة، لا دي صدف أو بلح، ما تنفعش إن أنت تقول عليها تجربة. تاني سبب العلماء مش مقتنع بيه بحوار الذاكرة ده، إن مفيش أي تفسير حتى الآن بالنسبة لهم، لا في قوانين الفيزياء ولا الكيمياء، بتشرح لك إزاي ممكن المية تخزن جواها المعلومات. هتقولي بس أنتي من شوية قلتيلي دينيا مثبت، إزاي؟ لا ازاي دي حاجات كتير جدا انت بتعملها واللي حواليك بيعملوها، بس احنا مش واخدين بالنا. لما بتجيب كوبايه ميه قبل ما تشرب وبتقول بسم الله الرحمن الرحيم، بعد كده تشرب، كريستالات الميه شكلها بيتغير قبل البسمله من بعد البسمله، وكأن الميه اتأثرت بالكلام اللي انت قلته. بلاش دي، مش لو حد محسود او تعبان بيقولك هات كوبايه ميه واقرا عليها ايات معينه بعد كده اشرب الميه دي او اغتسل بيها، ما هو ده معناه ان الميه بتحتفظ بالاشارات او بالكلام اللي اتقال لها، ولما تشرب الميه تبتدي انها تخش تشوف بقى الدنيا ايه اللي بايظه جوه وتصلحه. ما تنساش ان انت 70% من جسمك ميه، ولو الميه بتتنقل بينها الاشارات، فالميه اللي انت شربتها فيها كلام حلو او اللي هي متلو عليها القرآن الكريم بتخش تغير كل الميه اللي جوه جسمك. طب انا هقول لك، مش انت بيقول لك الميه المقري عليها ما ينفعش مثلا انت تستحمى فيها والميه تنزل مثلا في البلاعه؟ ليه؟ ما انا خلاص قريت عليها واستحميت بيها، ما عادي تنزل في البلاعه. ولا ما ينفعش ان احنا نرميها في البلاعه عشان هي لسه محتفظه بايات القران الكريم جواها؟ فكر فيها كده. سيبك بقى من كل ده، ميه زمزم، زمزم لما شربت له. لما حد من السعوديه بيبقى جاي وجايب لك بقى زيت ميه صغننه كده زمزم، بتقف كده تقول يا رب اشفيني يا رب، تقعد تدعي كده تشرب ميه زمزم. ليه؟ اكيد في سبب. هقول لك بقى معلومه جديده لنج على ودنك، انا متاكده ان انت ما شفتهاش قبل كده عن ميه زمزم دي. انا شفتها وانا بدعبس في غيابات اليم. ميه زمزم لو خدت منها نقطه حطيتها على ازازه مثلا لتر ونص ميه عاديه، خصائص ميه زمزم اللي في النقطه دي هتتنقل للتر ونص ميه عاديه اللي انت حطيتها وتتحول كلها لميه زمزم. دور بنفسك على المعلومه دي هتتبسط قوي. هتقولي طب خلاص تمام انا معاكي يا ستي، الميه ليها ذاكره، هنستفاد ايه؟ يعني ايه اللي هيفيدني ان انا كمان اركز مع كوبايه ميه موجوده عندي في الاوضه؟ لا ما تهزرش، انت عارف يعني ايه الميه ليها ذاكره؟ انت ممكن تنقل اسرار عسكريه بين الدول في ازازه ميه، بلا بقى ايه فلاشه ولا ميكروفيلم ولا تتقفش، ازازه ميه. عندك مثلا لو جريمه حصلت في مكان ما فيهوش كاميرات بس في ازازه ميه، في ديسبنسر مثلا، بس خلاص الجريمه اتحلت. هم هيستجوبوا الميه وهتقول لهم، انا عارفه ان الكلام ده بالنسبه لمخك هتقول ان هو عبثي، بس طب ما احنا عرفنا ان الزرع بيتكلم، ايه اللي فيها لما تبقى الميه كمان احنا ممكن نتكلم معاها؟ ده انت كمان ممكن تنقل التجارب والعينات بين المعامل في جميع انحاء العالم في ثانيه، بدل ما تطلع فيزا وتسافر وتحجز مفيش، هو في ثانيه تجارب اتنقلت من هنا لهنا. واللي جاي ده بقى هيعجب الناس بتاعه الطاقه. انت ممكن تجيب ازازه الميه بتاعتك كده وتقعد تشحنها ايجابيا، تقول لها كلام حلو، دعاء، اسماء الله الحسنى، تشغل قرآن. كريستالات الميه اللي في الازازه هتبتدي انها تتغير وتبقى مفيده لجسمك، وخصوصا ميه زمزم زي ما اتكلمنا. وهعيد عليك تاني جمله ان جسمك عباره عن 70% ميه. انت فهمت بقى؟ ودي حاجه سهله، تجيب ازازه ميه تقعد تقول لها كلام حلو. وفي مجال الادويه مثلا، لو في دواء معين بيوجع معدتك لما بتاخده، فانت ممكن تدوبه في الميه، تفضل تخفف 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 تخفف، بعد كده تشربه. الميه هتتعامل على ان عادي جواها الفايده بتاعه الدواء ده، وهتتعامل ان يلا يعني ايه اللي بايظ عندك ونروح نصلحه. وممكن برضو نفس الموضوع في الزراعه، الميه بتفتكر المعادن اللي دابت فيها وده هيحسن نمو النباتات. وحاجات تانية كتير جدا. انا هستناك في الكومنتات تتخيل كده لو احنا اعترفنا ان فعلا الميه ليها ذاكره ممكن نستفيد بيها ازاي. بس ثانيه واحده، ما تروحش تجيب دواء وتخففه في ميه وتقول اصل ران قالت، ما بنعملش كده. واهم حاجه بقى بالنسبه لي كروان هعرفها لما يتم اثبات ان فعلا في ذاكره للميه، هي ان انا هعرف عمر الكون وايه اللي حصل في الكون بالظبط، وهل احنا لوحدنا ولا معانا حد. بص الحته اللي جايه هتسيح لك دماغك شويه، بس انا عارفه ان انت قدها. عمر الشمس اكبر من عمر الارض، معروفه الشمس اتكونت قبل الارض، لكن الميه اللي على الارض عمرها اكبر من الشمس. سحلتك؟ بص بالبلدي كده وباختصار شديد جدا، قبل ما الشمس تتكون اصلا كان الفضاء عباره عن سحابه ضخمه مليانه غازات غبار وجزيئات ميه متجمده، جليد صغنن كده. كل ده كان بيدور
فجأة حصل انفجار جامد وخلى السحابة دي ان هي تحصل لها كولابس او تندفع على نفسها وتتجمع في النص. كل الغازات والغبار ابتدى ان هو يتجمع مع بعض في المركز ويكون لك الشمس. لكن الجليد فضل موجود في الغبار المحيط بالشمس. الغبار ده اللي اتكون منه بعد كده الكواكب. الكويكبات والمذنبات بقت بتنقل الجليد للأرض لما كانت بتصطدم بيه والأرض لسه بتتكون. الجليد ده بقى هو مصدر البحار والمحيطات ومصدر الماء الموجود على كوكب الأرض. ده تفسير سريع جدا مختصر جدا بالبلدي جدا ازاي ان الشمس أكبر من الأرض بس الماء اللي على الأرض أكبر من الشمس. فاحنا بقى لو توصلنا لطريقة نتكلم فيها وناخد وندي كده مع المية ونسحب منها الداتا اللي موجودة في الميموري بتاعتها، ممكن نعرف كم أسرار عن الكون مش طبيعي، ونتأكد من كل النظريات بتاعت الانفجار العظيم وتكون الكون، وكمان نعرف هل احنا لوحدنا في كل هذا الكون الشاسع ولا معانا حد. والله أنا هستناك في الكومنتات تقولي انت شايف ان احنا ممكن نستفيد ازاي من حوار ذاكرة الماء ده. بس قبل ما تقولي عايزاك تفكر كده كم مرة عملت مصيبة وكان في مية شاهدة عليك.